هذه أول مرة السفينة توقف هذا المكان، ما كان لها من قبل. ما أعرف إنها هي جايبة بالنفط ولا جاية لأمر آخر. الشيخ ناصر بن محمد بن عمير كان بايت هنا البارحة. ما شاء الله. إيه للأسف. زين هو عنده ما عنده ما صاحب المنطقة ما عنده فندق هو في زنجبار. هذا الشيء يشبه الضجع. زارني ذات يوم ابن أختي مهندس في شركة البرواني MB، وكان عندهم تعدين للذهب في تنزانيا، منطقة اسمها مبيا، وعندهم فرع من شركتهم للتعدين عن الذهب. فقال زور خالي. فلما جئنا وقفنا في المكان حيث كنا واقفين ذيك الساعة ويؤجر الحوار الولد، لحظتها كان هذا المكان فاضي، ما في سحب إلا غمام خفيف أو شحاط، تعرفوا الشحاط؟ شجاج. والشمس هناك عادت تبدو وكأنها خجلة تريد أن تتركنا لتلتقي بغيرنا المنتظرين لها في الجانب الآخر. في هذه اللحظة تلكم الغمامات الخفيفة انجذبت إليها، فالتفا حولها فصارت هي كالعروس، وهذا الشاش الأبيض يلف جسدها الأنيق الذهبي وهي في داخله، كأنما أنت ترى عروسك التي كانت يوما من الأيام يلفها ذلكم الثوب الأبيض، أنه مبخرة والشمس بداخله لترى فيها وميضا تشتم منه رائحة البخور التي أنت كنت تألفها في بيتك من المنظر الذي ترى فيه ذلكم المجمر وبداخله وميض الفحم ليعطيك رائحة العود التي يعني اعتدتها. لا أنسى ذلكم المنظر، ولهذا سمي هذا المكان فندق شاطئ غروب الشمس، أي أجمل غروب وألفناه ورأيناه يتمثل في هذا المكان. هذا عند الغروب. لكن لو بكرة أنت بت هنا تجد ضوء الشمس بعد الفجر في ذلكم المكان الذي أنت رأيتها تغيب فيه، فتقول سبحان الله أهو غروب أم شروق؟ فتلف حزبة الضوء النوراني الصباحي عبر القبة السماوية لتعطيك من نفس المكان ضوءا آخر، وتبقى أنت أسير هذه اللحظة إن كانت لحظة غروب أو لحظة شروق. هذا المكان الذي أريدكم ليلتين القادمتين تبيتون هنا وتلغون سفركم إلى مكان آخر إن شاء الله في المرات.